الحقيقة ان الطلاق بقى ظاهرة منتشرة جدا جدا في الفترة الأخيرة، ونسبته ارتفعت جدا عن سنين فاتت بشكل مرعب. يعني الناس بدأت تكتب في الجرايد وبدأت تدور على إحصائيات وأرقام. الموضوع بقى مقلق، يعني ان ازاي في ارتفاع رهيب في نسبة الطلاق في مصر وفي الوطن العربي بشكل عام. حسب آخر تقرير لمركز المعلومات بتاع مجلس الوزراء بيقول ان في مصر حوالي 1,000,000 حالة طلاق سنويا، بمعدل 240 حالة يوميا، 10 حالات كل ساعة، كل 6 دقايق مثلا. بس التقرير قال ان في حوالي 4,000,000 حالة خلع سنويا، وان نسبة الطلاق زادت في مصر من 7% لحد 40% او 47% كمان في ال50 سنة الأخيرة. عدد المطلقات وصل في مصر في 2016 وبداية 2017 لحوالي 3 مليون. وصل عدد قضايا محكمة الأسرة اللي هي قضايا الطلاق في محكمة الأسرة وصل ل 14 مليون قضية، أطرافها 28 مليون شخص. بغض النظر عن كل الأسباب اللي ممكن تؤدي الاتنين إن هما ينفصلوا، سواء بعد وقت قصير أو بعد وقت طويل من الجواز، عايزة أتكلم عن الست المطلقة تحديدا. أنا مش عايزة أتكلم عن أسباب الطلاق. أسباب الطلاق ممكن تكون كتير جدا. العالم العربي كله والمجتمع المصري عنده مشكلة كبيرة جدا مع الست المطلقة. احنا بنتكلم في الحالتين، سواء المطلقة دي معاها أطفال أو معهاش أطفال، أو أصبحت بتربي الأولاد دي لوحدها أو لأ. أول حاجة المطلقة بتتعرض لها، بتتعرض للضغط المادي. لو هي معها أطفال الوضع بيكون أسوأ كتير جدا، إن هي بتكون مسؤولة عن إن هي تصرف على الأولاد دول. نفقة 300 جنيه في الشهر، وأرقام يعني ما تنفعش، ما تصلحش للحياة في الوضع اللي احنا فيه دلوقتي. تضطر إن هي لو ما كانتش بتشتغل هي هتنزل تشتغل، ولو كانت بتشتغل فده بيزيد عليها الضغط النفسي. يعني هي بتكون معرضة لضغط نفسي زيادة، وحاسة بإن هي اوريدي شايلة عبء وشايلة حمل. فأول حاجة هي بتشيلها وبتكون تقيلة جدا عليها الضغط المادي. تاني حاجة هو ضغط الأسرة. ضغط الأسرة اللي هي المفروض تكون أقرب الناس ليها، وإن هي تكون أكتر ناس بتساندها في الوقت ده. هو في أحيانا كتير الأسرة بتكون أحد أهم أسباب الضغط على البنت أو الست في الحالة دي. في منهم ما بيساعدوهاش ماديا لو هي محتاجة كنوع من الضغط ان هي ترجع لجوزها. في منهم بيضغطوا عليها نفسيا ان هي ترجع له بأي شكل علشان كلام الناس والمجتمع، وهتبقى مطلقة وشكلك والناس هتقول ايه والحاجات دي كلها. وفي ضغوط بان هي تتجوز تاني. فكرة تقييد الحرية بشكل عام، ان هي دلوقتي بقت مطلقة فما ينفعش تنزلي، ما ينفعش تروحي، ما ينفعش. المفروض انه الأسرة دي هي اول مصدر للأمان والاطمئنان والسند. تالت حاجة هو ضغط المجتمع. وضغط المجتمع ده بقى متقسم لحاجات كتير جدا. أنا أول حاجة هتكلم عنها في ضغط المجتمع هي الصحاب. المفروض هم الصحاب يعني كتير بياخدوا موقف مش قادرة أتخيله، وهو إن هم بيتجنبوها وبتكون منبوذة وبيخافوا منها. والمتجوزين منهم تبدأ تخاف على جوزها منها على أساس إن هي اتطلقت عشان تخطف جوز دي وتطلع تجري. واللي مش متجوزة بتبدأ تخاف إن هي تأثر عليها أو تكرهها في الجو. أي حال من الأحوال هي بينتهي بيها الأمر إن معظم أصدقائها بيسيبوها وبيمشوا. حاجة في ضغط المجتمع هو الضغط اللي في الشغل. يعني احنا هنفترض ان هي بتشتغل، او ان هي لو ما كانتش بتشتغل هي اضطرت ان هي تنزل تشتغل. في ضغط في الشغل بيكون غريب جدا من المطلقة. معظم الافراد في العمل خصوصا الرجالة طبعا بيبدأوا يتعاملوا معاها على ان هي بقت سهلة. معرفش هما بيجيبوا النظرية دي منين، ومعرفش بيبنوها على اساس ايه. بس ده طبعا يعني ده نتاج ان المجتمع مبني كله على ان عذرية البنت هي كل الشرف. فبينقلنا بقى للنقطة اللي وراها، ان المجتمع بينظر دايما للست المطلقة على ان هي ضعيفة ومكسورة الجناح وتعبانة وحزينة. لا، يعني هو مش دايما بيكون الوضع كده. هي ممكن تكون شخصية قوية جدا وقدرت ان هي تعدي المرحلة دي، او بتقدر تحاول ان هي تعدي المرحلة دي سواء بولاد او من غير. كتير جدا ستات حقيقي رموز للقوة ورموز للصمود يعني والإرادة بشكل عظيم. المفروض ان في اي علاقة الاتنين يكونوا بيكملوا بعض، بس مش بيكملوا بعض لدرجة ان واحد فيهم من غير التاني يساوي صفر.
حاجه كمان من ضغوط المجتمع عليها ان هي بتبدا تعامل من كل الناس اللي حواليها الغير مقربين قوي، ده غير الناس اللي احنا اتكلمنا عليهم اللي عاملين نفسهم صحاب دول، تبدا تعامل من الاقارب مثلا ومن الجيران على ان هي بنفس فكره الاصدقاء المريضه دي، انها ممكن تحسدنا، انها ممكن تخطف جوازهم، انها خطر عليهم جدا، خطر على اولادهم طبعا، يا التاثير النيجاتيف مش ممكن نكونش لطاف مع بعض وخلاص، ما كلنا متحملين الام معينه بشكل ما، يعني ليه لازم لما بتقرر المطلقه دي ان هي تتجوز مره تانية، ده خلاص بقى القيامه قامت. يعني لو هي ما عندهاش اولاد فهي غالبا بتكون مرفوضه من امهات او اهالي اطراف تانية، يعني هي هنفترض ان هي لقت شخص كويس وان هي حبت ان هي ترتبط بالشخص ده، فغالبا هنلاقي والدته او والده او عيلته شايفين انه لا اصلا مطلقه يعني، ونبدا نسمع كلمه بقى لا انا ابني ما دخلش دنيا فلازم تكون هي ما دخلتش دنيا. في ايه؟ دنيا ايه حضرتك اللي عايزاه تقول؟ دنيا ايه اللي مالكم؟ لا انا ابني لازم ياخد واحده بالسلوفان. لا ما هو مش جايبها من عمر افندي، سلوفان ايه؟ هي كده خلاص بالنسبه له هي بقت ما ينفعش، يعني سلعه مش رائجه، يعني بما ان هو بيبص لها اصلا من الاول ان هي حاجه، فهي كده لا حاجه مش جديده، يعني حاجه مش فابريكا. نقطه تانية مهمه جدا في فكره ان المطلقه تيجي تتجوز هي نظره المجتمع بقى، يعني وخصوصا لو معاها اولاد. لو معاها اولاد المجتمع بيبقى خلاص يهموها بأبشع التهمات ان هي ام مهمله، ان هي ام انانيه. المطلقات بشكل عام سواء ده اتفرض عليهم او سواء هم اختاروه، هم ستات قويه، هم ستات قويه جدا، وواجب علينا ان احنا نحترمهم، واجب علينا ان احنا ندعمهم بكل الطرق. النسبه العاليه دي احنا مش بنتكلم على 200 ولا حتى 200,000 في المجتمع، احنا بقينا بنتكلم في ملايين. مش عايزين نقول ان احنا لما هندعم المطلقات الطلاق هيزيد والهبل ده، مفيش حاجه اسمها كده، يعني هو الطلاق بيزيد لاسباب تانية كتير جدا غير ان احنا نحترم الاشخاص ونحترم اختياراتهم. هي اللي المجتمع بيوقف حياتها عند النقطه دي وبيبدا يسلط عليها السبوت لايتس والضوء كده، ويبدا يديها اتهامات لحد ما تفضل طول حياتها هي مقضياها في احساس بالذنب وحالة نفسية سيئة جدا وضغط عصبي ونفسي لا يحتمل.